أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في شارع المعز. طبعا لو انت مصري هتبقى عارف فين شارع المعز وإيه مدى اهتمام المصريين بالشارع ده. الشارع ده اتبنى في عهد المعز لدين الله الفاطمي، وتسمى الشارع على اسمه. من أشهر الأماكن السياحية في مصر، وأكتر مزار سياحي بتجيله السياح من كل مكان في العالم. في مساجد وقصور ومباني روعة فنية لا توصف. ده مسجد قلاوون، أنا عملت فيديو قبل كده عنه اتكلمت عنه بالتفصيل، وفي أماكن تانية إن شاء الله هنتكلم عنها في فيديوهات تانية بإذن الله. أكتر ما يميز الشارع ده المشغولات اليدوية والنحاسية، حاجة مبدعة الحقيقة. هتلاقي محلات في كل مكان وبازارات. طبعا الشارع تجاري من الدرجة الأولى، لكن أجمل ما فيه البيوت القديمة زي ما انتم شايفين، كلها تحف فنية، واللي وزارة السياحة بتحرص عليها جدا جدا. وزارة الآثار كمان كل فترة بترممها. الشارع يعتبر مزار سياحي مميز في مصر. طبعا ده بالنهار، وبالنهار جميل، وبالليل كمان أجمل وأجمل. بس أنا أول مرة أروحه بالنهار بصراحة عجبني جدا. المباني واضحة والأماكن شكلها جميل قوي بالنهار. شايفين الأرضية بتاعته عاملة ازاي؟ المشية في المعز متعة. مجرد انك تمشي تتفرج على المحلات والبازارات هتحس بمتعة غير عادية بصراحة. انا بحب اتمشى في المعز، واكيد كل المصريين زيي. شايفين المباني عاملة ازاي؟ حاجة يا جماعة بصراحة روعة. انا خدت يوم في المعز حلو قوي، جربوه زي ما انا جربته.